السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى توصل هذه الرسالة إلى سيد وزير الصحة، وكذا إلى سيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإلى السيد عامل إقليم الحسيمة. بغيت نوصل من خلالها نداء المستشفى ديال محمد الخامس بمدينة الحسيمة، وهو مستشفى إقليمي كيحجوا الناس إليه من كل أنحاء الإقليم، كيجيو من المسافة بعيدة باش يتعالجوا في هذا المستشفى هذا، وعلى حسب المعالجات ديالهم. كاين معالجات خطيرة، كاين معالجات متوسطة، كاين معالجات عادية إلى غير ذلك. المهم هنا هو أنه هذا المستشفى تفتقر إلى أبسط الأشياء، ومن أبسط الأشياء هو التخصصات. أن التخصصات كاين بعض التخصصات لا وجود لهم في هذا المستشفى هذه، كتخصص مثلا القلب، ما كاينش الجناح اللي فيه تخصص ديال القلب، مع أن قبل كانوا تسمى 4 ديال التخصصات ديال القلب، بمعنى أن هذا الجناح هذا مغلق. كيجيو الناس عندهم في حالة حرجة وما كيستقبلوهمش، بل يحيلهم إلى المدن الأخرى البعيدة، وربما الإنسان ما عنده باش يمشي. وأكثر الناس اللي كتوجه للمستشفى محمد الخامس كيكون الإنسان ما عندوش حتى باش يتقدى، وكيتوجه لمستشفى محمد الخامس، ولكن يبوء بخيبة الأمل لأن ما كيلقاش يتم البغية ديالو، أو لا باش يعالج المريض ديالو، ولا باش يعالج راسه. وبالتالي كيكون واحد العيب كبير لا على العائلة ديال المريض، ولا على المريض بنفسه، انه كيخصو لابد لابيلونس، كيخصو مصروف، كيخصو شكون اللي غيوصلو الى غير ذلك، وكيبقى كيتململ بين المدينه والمدينه. بالنسبه كاين تخصص عاود اخر ديال الراديولوج، ما كاينش دكتور راديولوج في المستشفى، ما كاينش، بحيث انه كان نعرفوا ان هذه المدينه وهذا الاقليم يعاني بالسرطان، يعاني بالامراض الفتاكه، بانه لابد انه كيعطيو لهم سكانير دائما، اما خاسر اما ما كاينش اللي كيكون عليه واللي كيكون قائم عليه. ما كاينش التخصص ديال الاطفال، جراحه الاطفال، الدري غير كيتهرس كيديروا له ترونسفير لمدينه اخرى كيرميوه. علاش؟ لان ما كاينش شي تخصص يعني ديال الاطفال ولا الجراحه، بحيث انه كيجي عندك بنادم كيقول لك انا ما فحاليش، ما عنديش كيف غندير لولدي. كاين ناس رجعوا ولادهم للديور لان ما عندوش باش يسافر، وكيف كنعرفوا ان السفر ديال العلاج يتطلب الفلوس، الماده، الى غير ذلك. حنا كنهضروا ان واحد الفئه هنا هشه، يعني واحد الفئه ما عندهاش، واحد الفئه يعني اللي ما فحالهمش. على ديك الشيء كيخص لابد يعني نصنتوا لهم، لابد نوفروا لهم واحد العلاج بعد غير واحد التخصص، باش يكون الانسان باش يحس براسو بانه كيتعالج، وكاين شي واحد تما كيعالجو، وباش نخفوا عليهم نفسانيا وماديا ومعنويا. كاين كذلك التخصص ديال الفك، ما كاينش، التجميل ما كاينش، الى غير ذلك، بمعنى انه مستشفى محمد الخامس تحتضر. فلاجل ذلك كنأملوا جميعا ان هذا النداء هذا يعني يوجد اذانا صاغيه، ويكون واحد التحرك في اسرع وقت من اي جهه كانت، باش نوفروا لنا جميعا واحد الصحه، واحد الهناء، واحد الراحه نفسانيه معنويه ومعنويه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا، وأن يرزقنا الصحة والعافية، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. وأرجو من المسؤولين أن يتحركوا كما قلنا على وجه السرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.